انت يا ادم، انت ليه كابو ده الناس بتريد كده؟ يا بيجو انت عارف كابو ده زول ود ناس ومحترم وطيب. زول طيب؟ وانا الطيب اللي فيه؟ عزل انا من جرت ما في الاساس خير ما شفت منه. انت تقول يا زول طيب؟ انما الاعمال بالنيات. انت نيتك شين اتجاه كابو ده، بعدين ما تعاين لزول من اتجاه واحد، حلو باتجاهين، بعدين في النهايه نحن بشر. انا اسف جدا، لكن انا مر بوضع صعب جدا جدا يا كابو، وعارفك ما قصرت معي وقفت معي كثير، وانا خجلان اطلب منك. ما تكمل يا منتصر، انت نسيت انه نحن اصحاب، وغير كده نحن جيران، والنبي وسع على الجار. انا من الصباح شايفك خاشي ومارق وطالع وشايفك كده ما على طبيعتك، لكن خشيت على خالتي ناهد وفهمتني بالحاصل كله. يا منتصر اذا حصلت لك اي حاجه انا زول جارك واخوك، عرفت؟ لكن الحمد لله ده ما وقت الكلام والجدال والكلام ده، الادويه انا جبتها والحمد لله الحجه بلا ثلاث. يا كتر خيرك يا اخي ما قصرت لا معي، لا تسلم كثير يا اخي. يا منتصر، انا قبل يومين مريت بموقف صعب جدا. كيف الكلام ده؟ لكن كتر خير كابو وقف معي. زول ده طيب، زول ده ما له مثيل، زول ده قدوه للشباب في الحي ده. اوي سارح وين انت هسه؟ لا ما سارح، انا ما قلتها. قلت شنو؟ اقول لك هاي ليه بعدين؟ تعال انت قلت شنو؟ تعال ليه بعدين؟ لا كويس، واقسم بالله كابو بتاعكم ده هخليكم تقرحوا وتكرهوا اليوم اللي عرفت فيه. لو ما كرهتك عيشتك انا يا كاو اكون ما اسمي بيكو. انت عالم ده ما زولك بتقول عليه محترم وشريف ومؤدب؟ لا والله اسمه بصدق انا. وقلت في سوء تفاهم في القصه، تعرف؟ سوء تفاهم بتاع شنو؟ ما انا بعرف، بيان بالعمل انت شايف بعينك. لا والله ده في ذكاء اصطناعي بس يا ولد. وليد ده منو؟ وات انت زيك ده ما بيسلم لك، انت بيجي زول تافه، زول سفيه. تعرف معنى السفيه شنو؟ انت زول سفيه. لا انا ممكن افهم الحاصل شنو؟ ما بتفهم يا انت زول ما عندك قيمه يا زول، انت في الحي ده بقيت ما عندك قيمه، مش الحي السودان كله بقيت ما عندك قيمه يا زول. انت ناس الحي كانوا بيضربوا بيك المثل كابو 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 الودل، لكن انتهيت انتهيت، ما توقعتك كده انا والله. يا كابو الخبر شنو؟ تمام؟ الحمد لله. وين انت؟ اسمعني تعال جنب العمود كده انا دايرك. كويس. معقول الكلام ده يكون صحيح؟ خبر شنو يا كابو؟ نصر تمام كده؟ كيفك؟ مية والله. الحمد لله. اخبارك شنو؟ والله بخير. الحمد لله. هاي ان شاء الله الحجه اتحسنت. ما عندها وجه كويس؟ الحمد لله ده المطلوب والله. الحمد لله. الحمد لله. انا دارك في موضوع خطير جدا يا كابو. موضوع شنو كمان يا منتصر؟ الحله دي كلها بتتكلم فيك حتى انت برضه؟ حتى انا شنو الحله كلها ما انا برا يا كابو. يا منتصر انا ذاته ما قادر الصواب الحاصل شنو يا اخي. انا اي شارع امشي كابو ده عمل، كابو ده فعل، ونحن زمان كنا بنحترمك وبنقدرك وما توقعنا منك وجيم الف يا وشنو ذاته يا اخي. انا ما قادر افهم الحاصل يا اخي. الناس ديل حاسين ناشرينك في السوشيال ميديا كلها يا كابو. كيف الكلام ده؟ ماله ناس عادي يا اخي. عين اسمه ده يا والله يا صاحبي، والله كابو ده ما متوقع منه كلام زي ده كله. كيف ما متوقع مني يا مان؟ الزول ده دي حقيقته يا مان، انا من زمان حاولت افهمكم الزول ده حقيقته شنو، ما في زول سمع لي في الحي ده يا مان. يا اخي والله اسمع كلامي. كابو انا اللي بعرفه ده يا اخي، ده والله زول مدين وما شاء الله. ده زول ده شفت الجامع البيت الجامع يا اخي. حتى شوف الحله ده الامام بيجي قبل الامام الجامع يا اخي. شدقناه زول ما شاء الله ومدين يا اخي. انت زول اللي فاهم منه غلط ساعه يا اخي، بس انت بتشوفه كده يا مان. في شنو؟ مكافأة جرائم معلوماتية وصلتنا بلاغ بإساءة السمعة. تدين عليك. حبيبي انا ما توقعت يوم من الايام انه انت تعمل فيني كده، لانه نهايه انا ما كنت
متصور انه هتعمل فيني حاجه زي دي. عملت لك شنو انا؟ وليه انت عشان تصل لشنو؟ يا اخي قول سواد سمعتي، انت العالم ده كله انت هتصل لشنو؟ انت هتستفيد شنو يعني؟ ما هتستفيد حاجه. ويا اخي انا شاكر لك جدا يا ادم، شاكر لك جدا انك وقفت وقفه حقيقيه على القضيه دي، ولو لا ما كان ظهر الحق. زي ما بيقولوا من سكت عن الحق هو شيطان اخر. يا اخي تسلم شديد، وانا شاكر لك جدا. وبرضه جرى المعلومات انا بتشكركم جدا لما وقفتوا، ويعني استعجلتوا في اقل من 24 ساعه حسمتوا الموضوع. يا اخي شاكر لكم جدا. يا كابو انا جايك متاسف والله انه انتقدتك من سمعت الخبر ده، وانا المفروض عارف المصدر بتاع الخبر من وين، حتى نداك اجي انتقدك. معلش انا ظلمتك، والشيء ده تاني ما بيدعي ان شاء الله. وان شاء الله الزول ده هيتعاقب، وانا متاكد هيتعاقب ويستاهل العقاب. لا الموضوع يجي اساسا انا ما اخذت الموضوع كثير وما ركزت، عرفت؟ فحصل خير. العفو. لا كابو خلينا بس شنو من حقك. لا يا اخي والله العفو يا اخي.